السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا كلكم بخير بإذن الله. النهارده هنعمل مع بعض صينية بطاطس باللحمة، طريقة سهلة وسريعة جدا هتعجبكم ان شاء الله. اول حاجة هنا سلقنا اللحمة زي ما انتم شايفين، بعد كده قشرنا البطاطس بتاعتنا وقطعناها حلقات تكون تخينة شوية، مش تخليها رقيقة عشان ايه؟ مش هتبقى حلوة. ما بتبقى تخينة كده بتبقى ماسكة نافسة كده وبتبقى حلوة. بعد كده قطعنا بصلتين كبار وفلفلتين احمر او اخضر براحتكي، بس الاحمر هو اللي كان متاح عندي، وشويه توم حلوين وواحده مرقه وحطيناهم هنا على البطاطس. ماشي. بس يخلي شويه توم يكونوا حلوين كده بحيث ان انتي صينيه البطاطس يبقى ظاهر فيها ريحه التوم. ماشي. وبعد كده ضربنا نص شفشف طماطم، بس مش صفتها لان الطماطم غاليه، فصراحه قلت خساره نحط كده الطماطم زي ما هي. تمام. وهنحط معلقتين سمنه كده بلدي حلوين يكونوا كبار كده، او ممكن سمنه كريستال لو حابه براحتكي اهو. ماشي. واني بحب اعمل صينيه البطاطس دي ني في ني زي ما انتوا شايفين كده، صراحه بتبقى طعمه وفظيعه يعني. فانتي ولا تسبكي طماطم ولا حاجه، كله كده على بعضه وان شاء الله بتبقى جميله. تمام. بعد كده حبايبي هنحط شويه فلفل احمر بودره، وشويه فلفل اسود حلوين، واحنا عايزين يبقى فيها حراره شويه. لو هي مش فيها حراره مش بتبقى حلوه، يعني حراره بسيطه يعني. بتحطي لها مثلا شويه شطه، تزودي شويه شطه او كده. بعد كده فتحنا عليها النار، حطيناها على النار وزودناها 3 كبشات شوربه. ماشي. وبعد ما تاخد وتدي كده مع بعض هشوفها ناقصها ملح ناقصها ايه. تمام. ناقصها توم، اني صراحه بدوجها وبشوف ناقصها ايه. بعد ربع ساعة كده ما تاخد تدي مع بعضيها بدخلها الفرن، انا اصلا كنت مسخنة الفرن مولعة فوق وتحت ودخلتها. وبعد ما استوت معايا تماما البطاطس، مسكت واحدة كده لقيتها استوت، دخلت اللحمة حطيت اللحمة على وشها علشان تاخد لون 10 دقايق كده ولا حاجة. انا مش بحب اللحمة تبقى فيها، يعني ادخلها مع البطاطس من الاول علشان بتنشف والولاد يقعدوا يقولوا ناشفة ويرموا فيها فخسارة يعني. فاني بحطها كده بس تاخد لون وتاخد طعم الصلصة، حاجة بسيطة كده، يعني 10 دقايق ولا حاجة. وبس كده. وبعد كده عملت لنا شوية رز بشعرية، حطيت معلقتين سمنة حلوين او حمرت فيهم الشعرية ونزلت بالرز. ماشي. وشوية فلفل اسود وشوية ملح، وبنفضل نسخن الرز كده مع الشعرية 5 دقايق ولا حاجة قبل ما نحط المية. ماشي. ان شاء الله والله الاكلة ده هي سريعة وبسيطة وهتعجبكم ان شاء الله، وكانت جميلة والله. ماشي. احنا اهو بنسخن الرز مع الشعرية، وبعد كده هنديله المية بتاعته ونسيب النار عالية عليه، وبعد لما المية بتنشف من عليه بنوطي. تمام. وقلنا نعمل شوية لسان عصفور طالما الشوربة يعني ما شاء الله الشوربة حلوة، فنعمل شوية لسان عصفور. بنحمر هنا لسان عصفور في حتة سمنة بلدي، وبعد كده بنديها الشوربة بتاعتها يا دوب نغطيها كده، وهي غلوتين وبطفي عليها، بس مش عارفة ليه الحتة دي مش ايجا. غلوتين وبطفي ايه على لسان العصفور بعد ما بحط لها الشوربة. وبعد كده لانها مش بتاخد وقت في السوا، وبعد كده لما باجي اغرفها انا عايزه شوربه بقى ازود لها. تمام. يعني مش تسيبيها تدانها تغلي لا. وبعد كده حبايبي اهو خلاص حطينا الاكل وبالهنا والشفا، والله العظيم كانت بطاطس تحفه، عجبت الولاد خالص، كانت صراحه طعم وريحه زي بتاعه زمان كده اللي امهاتنا بيعملوها. فان شاء الله هتعجبكم الطريقه باذن الله تعالى. بس كان نقص الاكله دي شويه ملوخيه او شويه سلطه. بس أنا كمان انا كنت في بيت بابايا بقالي 10 ايام قاعده مع ماما وكده، فرصه في الاجازه قبل يعني ما نبدا الدروس وكده، فقلت اقعد شويه حلوين فالتلاجة فاضيه يعني. وبس كده يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله.